المشاهدون الأكارم، سعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإرتياح نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة 10 نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا يشارك في اجتماعات البرلمان المشترك بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي. نجاح استراتيجية مكافحة الجراد الصحراوي في الحد من إضارة خلال 35 عاما. تدشين مشروع مياه ومبنى مدرسة ثانوية في منطقة درعا بمديرية عدغية. كندا والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية والتمسك بالتعددية. تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتجاوز 80 مليار يورو. والاتحاد الأوروبي يفرج عن 16 مليار يورو للميجر. أهلا بكم. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي والدول البنلوكس السيد نجاسي كاسا في اجتماعات برلمان دول مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي لقارة إفريقيا واجتماعات البرلمان المشترك بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي التي انعقدت في مملكة إسواتيني. وشكلت مناقشة اتفاقية ساموا التي جاءت بديلا لاتفاقية كوتونو إحدى أبرز محاور الاجتماعات، حيث قدم خبراء مختصون شروحات حول الاتفاق الجديد وآليات المصادقة عليه وتعزيز تنفيذه. كما استمع المشاركون إلى تقارير الأمين العام وناقشوا مشروع توصيات من المقرر رفعها إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء البرلمان المشترك بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي قبل تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها. وأكد وفد إريتريا في مداخلته أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على احترام سيادة وكرامة الدول الإفريقية، مشددا على ضرورة منع هذه المبادئ الاهتمام اللازم في مختلف أطر التعاون والشراكة. وتبادل المشاركون كذلك الآراء حول دور المنظمات الإقليمية والبرلمانات في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية. وفي ختام الاجتماعات تمت المصادقة على جملة من التوصيات تمهيدا لرفعها إلى المجلس الوزاري المشترك بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي. أكدت وزارة الزراعة أن الاستراتيجية التي اتبعتها البلاد لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الأعوام 35 العاما الماضية أثبتت نجاحها، حيث تم منعها من التسبب بأضرار كبيرة بفضل الجهود المشتركة للخبراء الزراعيين والمديريات والمواطنين وقوات الدفاع. وأوضحت الوزارة أن الركيزة الأساسية للاستراتيجية الوطنية تتمثل في التدخل المبكر في مناطق تكاثر الجراد والسيطرة عليه قبل بدء انتشاره، مشيرة إلى أن تفشي الجراد الصحراوي يعد ظاهرة سنوية تختلف شدتها واتساع نطاقها من عام إلى آخر. وبحسب تقارير الوزارة شهدت أعوام 1995 و2006 و2007 و2013 و2014 و2019 و2020 أكبر موجات تفشي للجراد الصحراوي، حيث غطت الأسراب في بعض السنوات مساحات تراوحت بين 51,000 و101,000 هكتار، إلا أن عمليات المكافحة أسفرت عن نتائج فعالة في الحد من آثارها. وأشارت البيانات إلى أن الجراد الصحراوي انتشر خلال السنوات 35 الماضية على أكثر من 600,000 هكتار من الأراضي، في حين تعد إريتريا من أبرز مناطق تكاثر الجراد الصحراوي في المنطقة، إذ أن أكثر من نصف مساحة البلاد بما يعادل نحو 7 ملايين هكتار توفر بيئة ملائمة لتكاثره. وأضافت الوزارة أن جميع مناطق البلاد معرضة لخطر الجراد الصحراوي، سواء الناتج عن التكاثر المحلي أو الأسراب العابرة للحدود القادمة من دول الجوار. وفي سياق متصل حذرت الوزارة من تزايد خطر جراد الأشجار الذي بدأ ظهوره بأعداد محدودة منذ عام 2019، وأوضحت أنه خلال الفترة من عام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2025 سجل انتشار لهذه الآفة على أكثر من 45,000 هكتار في إقليم القاشبركة وأجزاء من إقليمي عنسبة والجنوب، قبل أن تتم السيطرة عليها بفضل المشاركة الواسعة من المواطنين والجهات الحكومية.
كما لفتت الوزارة إلى استمرار تعرض بعض المناطق خاصة إقليم القشبركة لغزوات أسراب طيور الكويل القادمة من السودان، موضحة أنه تم تنفيذ عمليات مكافحة ناجحة في مواقع تكاثر هذه الطيور على مساحة تجاوزت 5000 هكتار خلال السنوات الماضية. وأكدت الوزارة أن إنشاء مركز شبه حديث لمراقبة ومكافحة الآفات العابرة للحدود وخاصة الجراد الصحراوي في منطقة قادم حليب بمديرية أفعبته يعد من أبرز الإنجازات التي دعمت جهود الرصد والاستجابة السريعة ومكافحة الآفات الزراعية في البلاد. تم في مديرية درعا في 29 من مايو تدشين مشروع إمدادات مياه شرب نظيفة ومبنى مدرسة ثانوية كلف تشييدها حوالي 4 ملايين نقفة. وقال مدير إدارة درعا السيد ملس مسقنا بأن مشروع المياه يشمل حوضا كبيرا بسعة 375 برميلا ومحطتي توزيع وخطوط أنابيب تمتد إلى المركز الصحي والمدرسة، فيما يضم المبنى الذي شيد للمدرسة الثانوية 4 فصول دراسية مع مستلزماته المكتبية. من جانبه حث المهندس كبرون مسقنا من فرع تنمية المياه بالإقليم الجنوبي على صيانة هذه المرافق بشكل صحيح لضمان استمراريتها. وقال الأستاذ بينة تسفاي مسؤول التعليم في المديرية إن طلاب درعا والمناطق المحيطة بها كانوا يضطرون للانتقال إلى مدينة الضغيح لمواصلة تعليمهم بعد نجاحهم للمرحلة الثانوية في السابق، مضيفا أن المبنى المشيد سيخفف من هذا الوضع وسيكون جاهزا للعمل في العام المقبل. وبهذه المناسبة أشاد مدير مديرية الضغيح السيد هبتاي تسفازقي بالأهالي لمشاركتهم في برامج التنمية والمبادرة التي يقومون بها. وتقع منطقة درعا على بعد 20 كيلومتر شمال مدينة الضغيح. احتفلت الجاليات الإريترية في فنلندا وولاية مينيسوتا الأمريكية بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا وسط أجواء وطنية مميزة. ففي العاصمة الفنلندية هلسنكي نظمت الجالية الإريترية احتفالا جماهيريا أكد خلاله رئيس الجالية السيد روبيل آرون أن 24 من مايو يمثل يوما تاريخيا عظيما تحقق عبر نضال مرير وتضحيات جسيمة، مشيرا إلى أهمية تعزيز الوعي الوطني ومواصلة الإسهام في برامج التنمية الوطنية. وشهد الاحتفال مشاركة واسعة من الكبار والصغار إلى جانب أصدقاء إريتريا، وتضمن مسابقات ثقافية حول تاريخ وثقافة إريتريا إضافة إلى عروض وبرامج تراثية متنوعة. وفي السياق ذاته أقيمت في ولاية مينيسوتا الأمريكية احتفالات منظمة بالتعاون بين لجنة الأعياد وتنظيمات الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني للمرأة، وذلك بحضور عمدة مدينة سانت بول وعدد من المسؤولين المحليين الذين عبروا عن تقديرهم لعلاقات الصداقة مع الجالية الإريترية. وأكدت عمدة مدينة سانت بول أن مشاركتها في إحياء ذكرى استقلال إريتريا تمثل شرفا كبيرا، مشيدة بدور الجالية الإريترية وإسهاماتها لا سيما في المجالات الثقافية والرياضية، واصفة إياها بالنموذج الإيجابي داخل المجتمع. كما شهدت ولاية فلوريدا بمشاركة أكثر من 500 إريتري وأصدقاء إريتريا من مدن ميامي وتامبا وأورلاندو وجاك سونفيل إقامة احتفال جماهيري تخللته برامج ثقافية وفنية وتراثية متنوعة. أفادت الجهات التعليمية في إقليم عنسبة بأن عدد المدارس التي تمت ترقيتها إلى المرحلة الثانوية شهد ارتفاعا بنسبة تقارب 65% خلال السنوات الخمس الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مسؤول التعليم الثانوي بالإقليم الأستاذ تخلصن بتزرعي مع مديري المدارس ولجان أولياء الأمور ومسؤولي الإدارة والمالية في المديريات، حيث أوضح أن هذا التوسع أسهم بشكل رئيسي في إتاحة فرص أكبر لمواصلة التعليم أمام المواطنين في المناطق النائية. وفيما يتعلق بتنفيذ برامج الفصل الدراسي الأول، أشار الأستاذ تخلصن بت إلى التحسن المسجل في مستوى الطلاب، موضحا أن نسبة النجاح بلغت 62%. من جانبه أكد مسؤول فرع التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ كفلاي عند ميكائيل أن توسيع فرص التعليم وحده لا يكفي، مشددا على أهمية تحسين جودة التعليم وتعزيز المشاركة الفاعلة داخل العملية التعليمية عبر اعتماد آليات أكثر تطورا.
كما دعا المشاركون في الاجتماع إلى تعزيز دور جميع الجهات المعنية في تحسين مستوى التعليم وتقديم دعم إضافي للطلاب بصورة أكثر تنظيما، إضافة إلى معالجة تأخر المعلمين عند بداية الدراسة والعمل على إيجاد حلول لنقص الوسائل التعليمية. وفي ختام الاجتماع أوضح المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية بالإقليم العقيد تسفا سونجرماي أن بناء مجتمع مؤهل يعتمد على نظام تعليمي كفؤ، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق والتقييم المشترك مع الجهات ذات العلاقة من أجل تطوير البرامج المستقبلية ودعم قطاع التعليم بصورة مستمرة. ويضم إقليم عنسبة حاليا 28 مدرسة ثانوية تقدم خدماتها لنحو 11,000 طالب وطالبة. أفاد السكان ومسؤولون بأن بحيرة غورغورا الطبيعية في إدارة ضاحية فولينا بمديرية ملقي تقوم بأداء دور مهم في توفير مياه الشرب للسكان ودعم سبل العيش وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح السكان أن البحيرة التي يزيد عمرها على قرن من الزمن تحتفظ بكميات من المياه حتى شهر مارس من كل عام، ما يجعلها مصدرا مهما لمياه الشرب. كما يستفيد السكان من الأراضي التي تنكشف بعد انحسار المياه بزراعة الأعلاف وتوفير احتياجات الثروة الحيوانية. من جانبه قال المسؤول التنفيذي لإدارة الضاحية السيد موسي حبت مريم إن بحيرة غورغورا تقع بين سلسلتين جبليتين وتتغذى من عدة أودية كبيرة وصغيرة، الأمر الذي يساعدها على الاحتفاظ بالمياه لفترات طويلة، داعيا إلى تعزيز جهود الحفاظ عليها من الطمي لضمان استمرار دورها الحيوي في خدمة السكان والبيئة. وتقع بحيرة غورغورا الطبيعية على بعد نحو 45 كيلومترا جنوب شرق إدارة ضاحية فولينا إلى الجنوب من مديرية ملقي. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ووزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي بتعميق العلاقات الثنائية والتمسك بالتعددية. وأعرب كارني عن استعداد كندا للعمل مع الصين من أجل الحفاظ على التبادلات الوثيقة رفيعة المستوى وتعميق التعاون في مجالات مثل الطاقة والمالية والزراعة ومصايد الأسماك ومواصلة ترسيخ أساس للعلاقات الثنائية. وأشار إلى أن كندا تدعم الصين في استضافة اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا الباسيفيك أبيك، مضيفا أن أوتاوا مستعدة للعمل مع بكين لمناصرة التعددية وممارستها بشكل مشترك من أجل تقديم إسهامات إيجابية للتنمية الاقتصادية العالمية والسلام والاستقرار العالميين. وأضاف وانغ أنه يتعين على الجانبين الالتزام بالتعددية وسيادة القانون الدولي والاستقلالية الاستراتيجية مع العمل بشكل نشط على دعم وجود تجارة حرة واقتصاد عالمي مفتوح. اجتمع قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أستانا في قمة تستمر يومين لبحث دمج الذكاء الاصطناعي والأسواق الرقمية المشتركة ومرات التجارة، بينما يحتفل التكتل بعامه 12 مع توقعات بتجاوز حجم التبادل الرقمي القياسي المسجل في 2025. وخلال المباحثات رفيعة المستوى ناقشت الدول الأعضاء إنشاء بيئة رقمية موحدة لبناء سوق سلسلة ضمن فضاء اقتصادي مشترك تتجاوز مساحته 20 مليون كيلومتر مربع، مع التركيز على التجارة والمشروعات المشتركة وتطوير أدوات رقمية وأنظمة ذكاء اصطناعي موحدة تهدف إلى تعزيز التعاون وتقليص التجزؤ داخل التكتل. وشهدت التجارة البينية داخل الاتحاد العام الماضي أكثر من تضاعف في قيمتها، في حين ارتفع حجم التبادل مع الدول الثالثة بنسبة 72%، وأصبحت نحو 90% من التسويات تتم بالعملات الوطنية، في وقت تبحث فيه دول الاتحاد أيضا إنشاء نظام عبور موحد. أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين الإفراج عن نحو 16 مليار يورو للمجر من الأموال المجمدة في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وذلك شريطة أن يواصل خلفه بيتر ماغار تنفيذ إصلاحات.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع ماغار في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي سيصرف 11.6 مليار دولار من الأموال المجمدة من خلال أداة التعافي فيما بعد الجائحة، و4.2 مليارات يورو عبر أداة الحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء الاتحاد. وعبرت عن سعادتها بالإعلان عن إمكان توفير 10 مليارات يورو للمجر، في إشارة إلى منح وقروض بفوائد ميسرة من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي. أسفرت اشتباكات بين مجموعتين منشقتين عن قوات فارك المسلحة سابقا عن مقتل 48 شخصا في كولومبيا، وفق ما صرح رئيس بلدية سان خوسيه ديل غوايفاياري لوكالة فرانس بريس قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية. وفي موجة عنف لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، تتنافس الجماعات المتمردة على السيطرة على الأراضي وعائدات تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني في مقاطعة غوافياري وسط كولومبيا. وقال ويلي رودريغيز رئيس بلدية سان خوسيه ديل غوافياري إن الجثث مكدسة هناك ويجب إزالتها، ولم تتمكن السلطات حتى الآن من الوصول إلى هذه المنطقة الوعرة. نختم نشرة هذه المسرة مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا يشارك في اجتماعات البرلمان المشترك بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي. نجاح استراتيجية مكافحة الجراد الصحراوي في الحد من أضراره خلال 35 عاما. تدشين مشروع مياه ومبنى مدرسة ثانوية في منطقة درعا بمديرية عدائية. كندا والصين تتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية والتمسك بالتعددية. تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتجاوز 80 مليار يورو. والاتحاد الأوروبي يفرج عن 16 مليار يورو للمجر. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.